قرية صغيرة. المسحراتي كان اسمه عم حسن. كان كل يوم في رمضان قبل السحور كنا بنسمع طبلته عشان تفكرنا ان وقت السحور قرب. عم حسن ما كانش بينادي على اسماء زي بقية المسحراتية، كان بيجي عند كل بيت وبيخبط خبطات على قد الاشخاص اللي موجودين في البيت ده. يعني البيت ده لو فيه 4 اشخاص هيخبط 4 خبطات، ولو فيه 5 برضه هيخبط 5 خبطات، وهكذا. وفي يوم لاحظت حاجة غريبة جدا. عم حسن كل ما يجي عند البيت بتاعنا اللي ما فيهوش غير انا وامي وابويا، يعني 3 افراد، كان كل ما يجي يخبط 4 خبطات، وده مش طبيعي. في البداية قلت اكيد عم حسن مش مركز او بيخبط بشكل عشوائي، لكن لاحظت ان كل البيوت فعلا بيخبط نفس الخبطات بعدد الاشخاص اللي موجودين جوه البيت ده، ما عدا البيت بتاعنا كان بيخبط 4 خبطات. فضولي خدني ونزلت اسأله: يا عم حسن انا عايز اسألك سؤال، هو انت بتخبط على الطبلة بعدد الاشخاص اللي موجودين جوه البيت؟ عم حسن مش من الاشخاص اللي بيتكلموا كتير، بس رد عليا وقال: ده حقيقي فعلا. فضولي خدني اكتر وسألته: احنا يا عم حسن 3 افراد وانت بتيجي عندنا وبتخبط 4 خبطات عند البيت بتاعنا، هل ده طبيعي؟ رد عليا بكل هدوء وقال: مين اللي قال ان انتوا 3؟ وسكت ومشي. اجابته خلتني اخاف اكتر وخلتني عايز اعرف اكتر مين الشخص الرابع اللي بيتكلم عنه. ابتديت ادور في كل شبر في البيت، وفعلا لقيت باب مستخبي في اخر البيت من تحت. كان حاجة كده زي البدروم كنا بنشيل فيه الكراكيب والحاجات بتاعت البيت اللي ملهاش لازمة. وفعلا قربت الباب وفتحته، ولما فتحته لقيت جوه حاجة خلتني لحد النهاردة ما دخلتش البيت بتاعنا تاني. لا، وكمان قطعت صلتي بعيلتي تماما. لقيت بنت موجودة جوه، كان قدامها طبق قديم محطوط فيه بواقي أكل، وطبق فيه شوية مية، وكأنها محبوسة. ولما عرفت من أهلي هي مين أنا اتصدمت. أكيد أنت عرفت هي مين من غير ما حتى أقولك.